حصريا أنا متواجد في الشارع الذي سيخرج منه المسيح الدجال، متواجد في أصفهان إيران، في قرية اسمها يهودية. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يخرج في يهودية إصبهان. يهودية محلة يسكنها اليهود في إصفهان، في شارع اسمه شارع الجبابرة. كل أحاديث نبوية تكلمنا على هذا الشارع، ما فيش بزاف ناس جاو ليه والقاوح. احنا في مدينة أو المكان ممكن 100% راح يفوت من هنا الدجال مع أتباعه اليهود 70,000. للعلم أنه هذا المكان كله معابد لليهود، ويسكنوا بزاف لهنا اليهود، راهم يستناو فيه. شوف، قرية غريبة عجيبة. هنا في هذا الشوارع رايح يفتن الناس. زیارت آقا ابا عبدالله در دنیا، شفاعتشون در آخرت. خواب الحسین ورحمة الله وبركاته. شاهدوا الفيديو كاملا على قناتي في اليوتيوب تفهموا بوكو تشوز خويا. الدجال أين سيخرج؟ سيخرج في أصفهان في إيران. وأين سيوجد ويموت؟ سينتهي ويموت في باب اللد في فلسطين. ما يلفت انتباهكم هذا الأمر إلى شيء؟ إيران هناك الرافضة، وفلسطين هناك اليهود. الآن سيخرج من أرض الرافضة ويموت في أرض اليهود. إذن اليهود والرافضة هم على قلب واحد ولو أظهروا لك العداء. لا يمكن أن تجد الرافضة إلا وهم على قلب واحد مع اليهود. ولذلك اليهود لما تبحث عنهم الآن تجدهم في إيران موجودين في أصفهان. 70,000 يهودي هم الذين سيخرج عليهم المسيح الدجال، وينطلقون معه يعيثون في الأرض شرا وفسادا. فيدركه عيسى بن مريم عند باب اللد. فإذا عيسى بن مريم رأى الدجال يذوب الدجال كما يذوب الملح في الماء، فيدركه ويضربه بخنجره ويقول: إن لي فيك ضربة لن تخطئها، فيقتله فتنتهي فتنة المسيح الدجال. يعود عيسى بن مريم إلى الأرض يدعو الناس إلى دين الله. في أثناء ما هو يدعو ينهدم السد الذي بناه ذو القرنين بيننا وبين يأجوج ومأجوج، وهذه هي العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى. فإذا انهدم السد انطلقوا يموج بعضهم في بعض، يعني ينطلقون كالأمواج من كثرتهم، بشر لا يحصيهم إلا الله. يعني أقرب لك عددهم في بحيرة اسمها بحيرة طبرية. هذه البحيرة في شرق فلسطين، طولها 30 كيلو، وعرضها أقصى عرض لها تقريبا 4 كيلومتر. تخيلت الآن خزان هذا الماء 30 كيلو في 4 كيلو، يعني 120 كيلو متر مربع. هذه البحيرة مليانة ماء، يمرون عليها وهم يمشون يشربونها. فإذا وصل آخر واحد فيهم يقول لأصحابه، يقولون: كان هنا ماء. ايش معنى هذا؟ شربوها ونشفت وهم ما يزالون يمشون. كم عددهم هؤلاء؟ عدد مهول. فلا يقبلون على مكان إلا أفسدوا فيه، ويهلكون الأخضر واليابس. يا رجل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الله يقول لعيسى بن مريم: إنه قد خرج أقوام لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا يمكن أن يقاتلهم ولا يواجههم أحد. فافزع إلى الطور. فيذهب عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين إلى الطور، إلى الجبل، ثم يصلون إلى أرض فلسطين. فإذا وصلوا إلى هناك يكونون نشروا الشر في كل مكان وأفسدوا، يعني شرهم آذى الناس. فيفزع عيسى بن مريم إلى الله أن يخلص الله المسلمين من شرهم. وهنا تظهر قوة الله عز وجل. يرسل الله عليهم دود اسمه النغف، يتسلط على رقابهم. دود
ينتشر فيهم في رقابهم فيقتلهم الله كلهم في ليلة واحدة، ويتنتهي يأجوج ومأجوج في ليلة. الله أكبر، ما أعظم الله. فإذا ماتوا انتفخت أجسامهم وبدأ يظهر دودهم وروائحهم، فعندها يدعو الله عز وجل عيسى أن يخلص الناس من شرهم، فيرسل الله تعالى طيورا كأسنمة البخت كرقاب الجمال، يعني طيور كبار، فتبدأ تحملهم وترميهم حيث شاء الله، إما إلى البحار أو إلى أي مكان. ثم ينزل الله مطرا لا يبقى منه بيت وبر ولا مدر إلا دخله هذا المطر. هذا المطر ينتشر في الأرض فتعود البركة إلى الأرض مرة أخرى التي كانت في عهد آدم عليه الصلاة والسلام. من وصف البركة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يجتمع القوم اللي هم من 3 إلى 9 رجال يستظلون في قشر الرمانة، ليس في قشر في ظل شجرة الرمان، لا، الرمانة نفسها من حجمها وضخامتها أن 7 رجال يجلسون تحتها من شدة البركة التي تنزل في الأرض. يقعد عيسى بن مريم 7 سنوات يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدعو إلى التوحيد، فيدخل الناس في دين الله أفواجا، ويحج بيت الله ويعتمر، ويجلس 7 سنوات والأرض كلها أصبحت تعود إلى الدين أفواج مع خير وأمطار وبركة تخرج في الأرض، تعود يعني الأرض بكر كما كانت جميلة. ثم يموت عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. الآن انتهت 3 علامات من علامات الساعة الكبرى. بعد ما يموت عيسى ويكون الناس ارتاحوا واطمأنوا، يعود الشيطان مرة أخرى يفسد في الناس، ثم بعد ذلك يعود الناس إلى الضلال، فيخسف خسف في شرق الأرض يتحدث الناس فيه. الخسف ما هو؟ مدينة كاملة يخسف بها في ليلة واحدة، فيبحث عنها لا توجد. يعني ما هو خسف بسيط، لا، خسف يتحدث فيه كل الناس. وبينما الناس يتحدثون في ذلك الخسف، هذه العلامة الرابعة، إذا بخسف آخر في غرب الأرض، ثم خسف آخر في جزيرة العرب. الآن كم علامة؟ 6 علامات من علامات الساعة. ثم بعد ذلك يخرج دخان يملأ ما بين السماء والأرض، يغشى الناس كما قال الله عز وجل، يتأذى منه المؤمنون كالزكمة مثل الحساسية، ويتأذى منه غير المؤمنين أذى شديدا. هذا الدخان يغشى الأرض كلها، كل الأرض يغشاها هذا الدخان، يعني ليس دخان غبار في منطقة، لا، كل الأرض. ثم ينقشع هذا الدخان. هذا الدخان هو إنذار لآخر 3 علامات، وهي التي قال الله فيها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. 3 الأخيرات هي الختامية. 7 أو عفوا 8 اللي هي أول 3 الأخيرات، أن تخرج الشمس من مغربها وليس من مشرقها. هي تخرج دائما من المشرق، الآن تخرج من المغرب. وبمجرد ما أن تخرج الشمس من المغرب تضع الملائكة أقلامها، فلا توبة ترفع ولا عمل يقبل ولا دعاء يسمع، خلاص انتهى. الآن بدأ التجهيز ليوم القيامة. تخرج الشمس في بعض الروايات أنها تخرج 3 أيام متتابعة، تخرج ثم تخرج ثم تخرج ثم تعود تخرج من مشرقها كما كانت. بعد ذلك الناس خلاص الآن تجلت لهم العلامة، وبدأ الرعب في الناس، بدأ الخوف، بدأ اليقين، بس خلاص ما في لا صلاة ولا عبادة ولا طاعة، انتهى. ثم تخرج دابة تكلم الناس كما قال الله عز وجل، تدور في الأرض. هذه الدابة في حديث ضعيف أن من واجباتها ومهامها أنها تسم الناس، يعني تحط عليهم وسم، هذا مؤمن هذا كافر، هذا مؤمن هذا كافر، تلبث فترة ثم تموت الدابة.
ثم تخرج آخر علامة من علامات الساعة الكبرى، وهي نار تمشي مثل السيل. فيها روايتين أنها تخرج من بحر اليمن من الجنوب، وفي الرواية الأخرى أنها تخرج من شرق الأرض. المهم أن هذه النار تبيت مع الناس حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. يعني إذا جاء الظهر وقفت، وإذا جاء الليل وقفت، وإذا انتهى الليل مشت، والناس تهرب منها. سيل حميم، نار تسوق الناس، تجمع الناس، كل أهل الأرض يجتمعون في أرض محشر الدنيا وهي الشام. فإذا اجتمع البشر، كل البشر اجتمعوا في أرض الشام، يبعث الله تعالى ريحا طيبة كالحرير لا يشمها مؤمن أو أحد في قلبه لا إله إلا الله إلا يموت مباشرة. تمشي هذه الريح وتقتل تقتل تقتل، فلا يبقى مؤمن على وجه الأرض. ويرفع القرآن، ويرفع كل شيء فيه اسم الله، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة. فكيف تقوم الساعة؟